بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عايز أقول لك إن الدنيا مش بتدوم لحد. صدقني فعلا الدنيا مش بتدوم لحد. لو دامت كانت دامت لغيرنا. إن الوقت والزمن والظروف ممكن يتغيروا في أي لحظة. يعني مثلا الطائر بياكل النمل والديدان، لكن بعد الطائر ده ما بيموت النمل والديدان هم اللي بيطلعوا. يعني الوقت والظروف ممكن يتغيروا في أي وقت. علشان كده اوعى تقلل من قيمة شخص أو تأذيه في حياته. النهارده أنا عايز حاجة من حد، خدتها منه بقيت حبيبه، ما خدتهاش منه بقيت عدوه. وممكن احاربه في اكل عيشه، ممكن احاربه في سمعته، ممكن احاربه في كل حاجه. اقل حاجه ممكن اسوء سمعته واقول عليه كلام مش كويس بسبب ان انا يعني مش جاي على هواه. ومش جديد الموضوع، يعني ربنا يرحمنا جميعا من حاجه زي كده. فزي ما بقول اوعى تاذي اي شخص في حياته او تقلل منه. يمكن تكون هيبتك وهويتك وقوتك وهيبتك النهارده ومركزك ووجودك تمام وعزوتك والله ما هينفعوك بحاجه قدام ربنا. افتكر كويس ان الزمن اقوى من اي حد في الدنيا كلها. وتخيل بقى شجره صغيره ممكن تصنع مليون عود كبريت. وعود كبريت صغير يعني ممكن يكون على الارض وانت ما انتش شايفه ولا حاطط له قيمه في حياتك ولا وجود، ممكن يولع في مليون شجره. عشان كده اوعى تستهون بقيمه حد، اوعى تستهون بالحاجات الصغيره. لا تقولي بقى قوتك وعزوتك وهيبتك ووجودك ومركزك كل دول عند ربنا ولا حاجه. كل دول عند ربنا ولا حاجة. وأكيد شفنا نماذج كتير جدا في حياتنا كانت إيه وبقت إيه. شفنا مراكز كانت مكانها فين وبقت فين. شفنا مصادر قوة كانت فين ودلوقتي فين. علشان كده اوعى تستقلب أي حد مهما كان. خلي بالك، افتكر كويس لحظة نزولك على الدنيا ولحظة خروجك منها. لحظة خروجك منها بتكون طالع عريان ولا تمتلك أي حاجة. الدنيا مش بتدوم لحد. افتكر بس إن ربنا سبحانه وتعالى أقوى من الكل. افتكر بس كويس إن كما تدين تدان. افتكر كويس وجودك النهاردة، اعمل ده النهاردة، اعمل خير النهاردة. حياتك النهاردة فكر فيها قدام ربنا وبس. تحياتي، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.